يا مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده نعمل مع بعض تورته عيد ميلاد زياد بكل سهوله وبتفاصيل بسيطه جدا. التصميم هقول لكم التصميم مين اختاره، وهقول لكم على حاجات كتير جدا وتفاصيل في الفيديو. تابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبكم، وهخليكي تعملي اسهل والذ تورته بكل سهوله بعجينه السكر يا جماعه. تعالوا بقى اول خطوه هنعملها. اول خطوه ان انا هعمل بيها الاشكال، اللي هي شكل الجبنه والحاجات دي اللي انا اول حاجه هستخدمها. طبعا انا هقول لكم انا ابتديت هنا في الوقت ده كان قبل التورته بيوم. تمام. جبت قطعه من عجينه السكر. تقدري، احنا طبعا بنعجنها لحد ما تطرى في ايدك. لو لاقيه ان الموضوع مجهود قوي بالنسبه لك تقدري تدفيها ثواني في الميكرويف وتطلعيها وتعجنيها تتعجن معاكي بكل سهوله. ضفت لون اصفر. تمام كده، وابتدي اخلطها كويس جدا، ادمج اللون مع عجينه السكر. تمام. ندمجه كويس جدا لحد ما تحصلي على الدرجه اللي انت عايزاها. انا هفضل اضيف لون لحد ما احصل على لون حلو جدا، وهو يكون لون شبيه بقطعة الجبنة. تمام. بعد بقى ما عجنتها كلها دلوقتي هحط عليها بودرة سي ام سي. طيب البودرة دي انا جايباها برضو من محل مستلزمات الحلواني. طب انا استخدمتها ليه؟ لان انا معايا عجينة سكر عادية، فضفت عليها بودرة السي ام سي، وانا محتاجة الاشكال اللي انا اعملها تجف، تكون جافة، ما تكونش طرية خالص. فاللي هيساعدها انها تجف هي بودرة السي ام سي. طيب تقدري بقى ان انت تستغني عنها خالص بانك انت تستخدمي عجينة الجامبست. تمام كده، تجيبيها عادي خالص وتستخدميها. هنا بقى جبت عجينة السكر، فردتها كويس جدا زي ما انتم شايفين. بالخلة لو فيها فراغات، يعني فقاقيع هوا كده العجينة لما بتفرديها، انه يعني بإبرة او بخلة بنبتدي ان احنا ايه نفرغ كل ده. عملتها عادي ببلبلة عادية جدا، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، وقعدت اعمل الدوائر دي وفرغتها. تمام. هقطعها مثلثات بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. يعني خطوة بسيطة جدا، انا مستخدمة فيها قطعة البيتزا، حاجة بسيطة. اللي هي بودرة السي ام سي برضو هنجيبها، ده بديل لعجينة الجامبست. تمام كده. معايا الأداة دي، ابتديت اني انا اعمل دواير كده بالشكل ده عشان ادي شكل للجبنة. تمام. هعمل بقى الاشكال كلها. طبعا بمجرد ما احنا ما هنعملها هبتدي ان انا اسيبها هنا على ورقة الزبدة دي، وعملت منها اشكال مموجة بالشكل ده. هتجف معاكي لتاني يوم وهتبقى واخدة قوام ثابت على عجينة السكر وما بتحطيها على التورتة. تمام. هنا بقى جبت قطعة جبنة كبيرة. هبتدي اني انا بعد ما قطعتها على شكل قطعة الجبنة بس تكون كبيرة، هبتدي بقى ان انا افرغها بقى برضو بالشكل ده. تمام. هبتدي بقى بعد ما اخلصها كلها دي كده بالنسبه لي جاهزه. هضيف فيها برضو الستيكس بس كده، وهسيبها برضو لتاني يوم. كل ده زي ما قلت لكم انا شغالاه قبلها بيوم. هنا بقى اليوم بتاع التورته ابتديت ان انا احط تلت كوب من السكر، كوبايه ونص من الميه المثلجه، ضربتهم كويس جدا. السكر هنا عادي. السكر العادي هيخليكي تحصلي على قوام كريم شانتيه ثابت وجميل جدا، قوامه كريمي وحلو جدا. هبتدي هنا اضيف كوبايه ونص من الكريم شانتيه خام بدون سكر. هضيفت ربع كوبايه من الباستر كريم، وهبتدي اضربهم كويس جدا. يبقى نعيد تاني: تلت كوب من السكر، كوبايه وربع، كوبايه ونص من الميه المثلجه، ومعاها كوبايه ونص من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، وربع كوبايه من الباستر كريم. هنا معلقتين من الكاكاو الخام ضفتهم على الكريمه، وابتدي اضربهم كويس جدا لحد ما يتضاعف حجمه. تمام. هبتدي هنا بقى هضيف كوبايه شوكولاته بالحليب ودارك. عملت يعني خدت كده نص كميه شوكولاته دارك، نص كوبايه ونص كوبايه بالشوكولاته بالحليب، دوبتهم كويس جدا على حمام ميه وضفتهم للكريمه بتاعتي. مش قادره اقول لكم قوام وطعم ممتاز. جربوا الكريمه دي حلوه جدا، هتخليكم فعلا هتعرفوا طعم الكريمه حلو جدا، مختلف عن ان انا احط بس الكاكاو على الكريم شانتيه. لا، اللي بيعلي معايا التست قوي في الكريمه وهي اضافه الشوكولاته الخام. جربوها تعجبكم جدا جدا. هبتدي هنا بقى الكيك انا خبزاه قبلها برضو، ضروري اخبزه قبلها بيوم عشان اسيبه ليله كامله وبعدين تاني يوم اشتغل فيه. طيب الكيك انا قدمته لكم كذا مره بس هعيده معاكم سريعا. كل اللي احنا محتاجينه نص كيلو من الاسبونج الشوكولاته. تمام كده. معايا 6 بيضات ونص كوبايه من الميه الساقعه.
تمام. ومعايا كمان معلقه كبيره من المحسن الجل ومعلقه صغيره من الفانيليا. دي كل المقادير، 5 حاجات بس ضفتهم على دقيق الاسبونج ويطلع معاكي ممتاز. انا الصينيه اللي انا استخدمتها خبزت فيها الكيك مقاس 24. انا عملت مقدارين من الكيك، تمام، عشان انا كنت عايزه الكيكه تكون مرتفعه، لكن انت تقدري لو عايزه الارتفاع بتاع الكيكه يكون وسط زي ما بتجيبيها من اي محل حلويات، هتقدري ان انت تستكفي بان انت تعملي نص كيلو اسبونج بس. هنا بقى جبت الصينيه اللي انا خبزت فيها الكيك، غلفتها بالكيس، حطيت اول اسطوانه معايا، ضفت الكريمه، سقيتها كويس جدا بالشربات. انا الشربات قلت لكم قبل كده مقاديره، نص كوبايه من السكر وكوبايه من الميه يغلوا كويس جدا، واسيبهم برده من بالليل بيتبردوا كويس جدا، وبعدين ابتدي اني انا استخدمه اسقي بيه اسطوانه الكيك بالشكل ده، اسقيها كويس. تمام. هبتدي كمان اضيف الكريمه. ضروري ان انت تريحي الكيكه كمان بعدها عشان تديكي نتيجه حلوه ويكون كل المكونات امتزجت في بعض. ببتدي احط مقدار من الكريمه ما يكونش كتير قوي، يكون وسط عشان يبقى الطبقات متساويه. تمام. وهحط كمان نوتيلا. انا استكفيت ان انا اعملها اضيف بس النوتيلا، تقدري تضيفي مكسرات، تقدري تضيفي اي اضافه انت حباها، تقدري تضيفي فراوله، كريز، براحتك خالص، بس انا بحس اني انسب حاجه مع كيك الشوكولاته هي النوتيلا. هبتدي اضيف كمان اسطوانه تانية وهعمل نفس الخطوات، اسقيها كويس جدا بالشربات. تقدري بديل الشربات ان انت تعملي لبن بنسكويك، تمام، وتبتدي ان انت تسقي بيه الكيك برضو هيطلع معاكي حلو قوي. تمام. وهبتدي اضيف النوتيلا وهرفع تاني بقى جوانب الكيس بالشكل ده وهكمل برضو. هنا الصينيه ليه استخدمتها في اني انا احشي فيها الكيك، هتطلع لك الطبقات مظبوطه. يعني عن ما انت لو انت اول مره بتعملي التورته، حاولي ان انت تزينيها بالشكل ده جوه الصينيه، هتحافظ لك على الطبقات، تخليها متساويه، هتخلي الطبقات كلها متساويه من الحشو ومن الجوانب وكل حاجه، فهتسهل عليكي التجليس بالكريمه او التغليف بعجينه السكر. تمام كده. انا حاولت اعمل لكم اسهل حاجه تقدري ان انت تعمليها وتحصلي على افضل نتيجه للتورته. تمام كده. هسقي اخر طبقه، مش هضيف لها اي كريمه، وهبتدي اقفل الكيس بالشكل ده وهدخلها الفريزر لمده ما تقلش عن ساعتين، ساعتين ونص. تمام كده. دي اقل حاجه يا جماعه. هنا بقى مستخدمه معايا شوكولاته، معايا 450 جرام من الشوكولاته، ضفت لهم 200 ملي من الكريمه اللباني. تمام كده. على حمام ميه ابتديت ان انا هسيح الشوكولاته دي، تمام، لحد ما يندمجوا معايا واحصل على صوص شوكولاته مظبوط زي ما انتم شايفين كده. بعد ما دابوا تقدري تدوبيها في الميكرويف او تدوبيها على حمام ميه زي ما انا ما عملت. اي حاجه تقدري تعمليها يطلع معاكي قوام الجناش الشوكولاته اللي احنا محتاجينه لتغليف الكيك. هبتدي بقى، جبت القعده بتاعتي. القعده دي برضو جايباها من محل مستلزمات الحلويات. انا جايبه القعده كبيره اكبر من مقاس التورته بكتير، عشان عايزه يعني هعمل التصميم بتاعي من بره ان احنا نعمل شريط كده ونكتب عليه الاسم. تمام كده. دي برضو تقدري ان انت تجيبيها من محل مستلزمات الحلويات. انا مش جايباها كرتون، انا جايباها خشب. يعني المحل اللي انا جبتها منه كان عامل قواعد خشب، فجبتها منه بصراحه حلوه جدا وجميله جدا ان انت تقدري تستخدميها مره، او يعني ما تستخدميها مرتين او ثلاثه، لانها هتتغسل وهتبقى نظيفه، فهي نوع حلو جدا بصراحه. هبتدي بقى ان انا اغلف الكيك بالجناش بالشكل ده. انا عايزه اقول لك الكيك ساقع جدا، والجناش بيكون يعني دافي بسيط جدا، فبالتالي بمجرد ما انت ما بتضيفيه بياخد الشكل على طول وبيجمد. فخلي ايدك سريعه. تمام. ما تقلقيش خالص، خطوه سهله جدا مش هيهمنا. ان اهم حاجه ان انت يعني تغلفيها كويس جدا بالجناش. ما يهمكيش ان القعده مثلا بيجي عليها الشوكولاته، كل ده بننضفه. اهم حاجه ان انت تعملي الخطوات بشكل مظبوط. تمام. نشيل برضو الزياده كده، وهبتدي ان انا اسيبها تهدى تاني وتجمد الطبقه اللي انا حطيتها، وبعدين اضيف طبقه تانية. تمام. وضحت لكم ان انا مقاس الكيك اللي انا عاملاه مقاس 24. نضفنا خلاص البورد بتاعتنا كده وخليناها نضيفه وخلاص، والجناش بتاعي جامد. هبتدي اني انا اضيف الطبقه التانية بالشكل ده.
هو طبعا كل مقاس تورته هياخد كميه جناش مختلفه عن يعني اي مقاس. يعني المقاس ال 24 اللي انا استخدمته خد 450 جرام من الشوكولاته، وخد معايا 200 مللي من الكريمه اللباني. تقدري ان انتي هتزودي المقدار لو الكيك او التورته اكبر. تمام. هبتدي بعد ما بقى ما ضفت المقدار كله، احاول ان انا اسويه بالشكل ده. في الاخر بقى عشان اسوي الجوانب كويس جدا، هجيب السكرابر بتاعي اللي هو الاستانلس، هضيفه في ميه تكون سخنه، وهنشفه يكون السكرابر سخن، وهبتدي امشي عليه بالشكل ده فيديني سطح يكون ناعم ومظبوط. تمام كده. تاني بقى خطوة بعد ما عملتها، بعد ما خلصت الجناش، هبتدي ان انا ادخلها التلاجة او الفريزر. مسافة ما احنا بقى ما هنعمل ايه، لازم تكون جامدة كويس جدا طبقة الجناش. هبتدي بقى ان انا اجيب عجينة السكر. انا مستخدمة كيلو من عجينة السكر زي ما قلت لكم، وهقول لكم تاني لو لقيتي صعوبة في عجن العجينة لحد ما تاخد تبقى طرية كده في ايدك وقادرة ان انت تتحكمي فيها، تقدري ان انت تضيفيها في الميكرويف لمدة ثواني وهتتعجن معاكي بكل سهولة. تمام. ابتديت ان انا ارش سطح تحت عجينه السكر، حطيت نشا. تمام. تقدري تستخدمي النشا او السكر البودره، اي حاجه من الاتنين يعني هتديكي نفس النتيجه. هبتدي بقى افردها كويس جدا. طبعا احنا محتاجين اللي هي النشابه الخاصه بفرد عجينه السكر، لكن بما اني انا دي اللي عندي، وانا حابه ان انا اقدم لكم حاجات يعني خطوات بسيطه جدا ان انت تقدري تعملي التورته في البيت، فعادي ظبطنا بيها وفردناها وظبط يعني اتفردت معانا وكل حاجه وما كانتش مشكله يعني. فانت الاول جربي قبل ما تجيبي الادوات وتكلفي نفسك، جربي وانجحي مره واتنين وتلاته، وبعدها جيبي الادوات كلها وهتعملي ان شاء الله احلى تورته. التورته دي هتبقى سهله جدا بالنسبه لك في البيت. هبتدي بقى جبت عجينه السكر واغلف بيها الكيكه بالشكل ده. تمام. اهم حاجه ان انت تسويها. هساوي السطح كده وابتدي ان انا اساوي الجوانب بخطوه خطوه بقى لحد اما ايه اشيل كل الزياده من عجينه السكر من على الكيك. تمام كده. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا استخدمنا كيلو من عجينة السكر، يعني اقل حاجة هتستخدميها. يعني انا المقدار ويعني وسعة الكيكة اللي انا استخدمتها هي خدت معايا كيلو من عجينة السكر. ممكن تحتاجي اكتر. تمام لو انتي كبرتي المقاس. هبتدي ان انا اسويها كده كويس جدا. ضروري ان احنا اهم حاجة نشيل الزوايد دي بالشكل ده كده. اهم حاجة ان احنا نسويها من الجوانب بايدينا بقى او بالاداه الخاصه بعجينه السكر، براحتك الموجود عندك والمتوافر استخدميه. تمام كده. انا كده بالنسبه لي خلاص جهزت اول خطوه بالشكل ده. وعشان نداري حرف الكيك من تحت، عملت يعني برمت عجينة سكر كده وعملتها زي حزام بسيط صغير جدا جدا حوالين الكيك من تحت بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب عجينة سكر تانية قطعة هفردها. تمام. اهم حاجه امشي مع الخطوات وهتعمليها بكل سهوله وهتديكي نتيجه حلوه جدا. هبتدي بقى اقطع بالشكل ده. هنسويها بس مش اكتر. انا بقى استخدمت الاداه دي ان انا اقطعها بالشكل ده كده من الاطراف. تقدري ان انتي تستخدمي سكينه عاديه جدا، او قطعت البيتزا زي ما انا ما كنت عملت فيها في الاول ان انا عماله بقطع بيها عجينه السكر. اول حاجه كمان هبتدي اخد الشريط اللي انا عاملاه اقيسه على المساحه اللي انا سايباها. يعني زياده انا يعتبر مش مثبته الكيك في النص، انا مثبتاه على الطرف عشان ادي مساحه للحروف اللي انا هحطها. اول حاجه الشريط اللي انا عاملاه لقيته كبير، فهبتدي ان انا ارجعها تاني وهقصها واعيدها من تاني اجربها لحد ما تطلع معايا مظبوطه زي ما انتم شايفين كده.
هعمل بقى الشكل ده. تمام. تعالوا بقى نجربها بقى من تاني. هبتدي بقى اعملها، اعمل فيها الدواير بالشكل ده كده في العجينة، في الشريط اللي احنا عاملينه، عشان يكون واخد من شكل يعني الفراغات اللي احنا عملناها في الجبنة. احنا عملنا الفراغات دي في الجبنة في اول الفيديو، فانا حبيت ان الشريط يكون واخد منها عشان تكون التورتة كلها يعني منسجمة مع بعض، كلها شكل واخدة من شكل بعض. تمام. نثبتها بقى بالشكل ده كده في النص، نظبطها. تمام. هبتدي بقى بالحروف. عملت بقطعة الحروف، كلمات كلها هابي بيرث داي، وكتبت اسم زياد. طبعا يا جماعة صاحب التصميم ده واللي اختار توم وجيري هو زياد. اختار توم وجيري ان هو يعني كل الاطفال بتحبه وهو من محبينه. فبصراحة حبيت اعملها له، ولما سألته هو اختار توم وجيري. فانا عشان كده اعملها. دايما اسألوا ولادكم على اللي هم التصميم اللي هم عايزينه للكيك بتاعهم، وهينبسطوا قوي. او انتي ممكن تكوني، انا كنت هعمل تصميم، فلما سألته لقيته قال لي حاجة تانية خالص، قال لي لا انا عايز توم وجيري. فدايما نسألهم، لان بيكون في كرتون هم بيتفرجوا على كرتونات كتير، بس بيكون في كرتون هو اللي معلق معاهم وبيحبوه. هبتدي بقى اظبط الحروف بالشكل ده. انا كل ده ما ثبتش الحروف على الشريط. تمام. انا كل ده الحروف عماله بظبطها واظبط المسافات بتاعتها على الشريط اللي انا عاملاه. يعني ما نجيش نلزق في الاول وبعدين نكتشف ان لا ده في مساحه، لا ده احنا لازم هنقص منها. لا ما ينفعش كده. لازم ان انا الاول اقيس كويس جدا. زي ما انتم شايفين جبت فرشه بقى وميه. بعد ما ثبتت الحروف وظبطت المسافات، هبتدي اني انا اضيف الميه على الحرف والزقه على عجينه السكر. بس كده. هعمل بقى كده مع الحروف كلها. تمام. اهم حاجة خطوات بسيطة جدا. الحروف دي انا عملتها مش بقطعات، انا عملتها بقالب السيليكون بتاع الحروف. تمام. تقدروا تجيبوه برضو متواجد في محل مستلزمات الحلويات. يبقى انا استخدمت زي ما قلت لكم عجينه السكر فردتها الاول. بس انا الشريط اللي بتاع عجينه السكر ما استخدمتش فيه بودره السي ام سي. انا استخدمت بس بودره السي ام سي على الجبنه، قطع الجبنه بس، عشان عايزه الاشكال المموجه اللي انا اعملها دي تكون ثابته معايا. فعشان تبقى ثابته معايا وتجف معايا، ان انا هستخدمها بالشكل ده. هنا بقى جيت في مرحله ان انا اضيف بقى خلاص بقى التصميم. وطبعا كنت طابعه من قبلها صوره توم وجيري ومفرغاهم وظبطتها على الستيكس. هبتدي اول حاجه اضيفها في الكيك. تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبعا معايا كذا صوره. انا هنا ببتدي يعني ابتديت ان انا اثبت، وفي نفس الوقت عايزه بقى اشوف انت، شوفي رؤيتك للصور اللي انت طبعتيها هتظبطيها ازاي، هتحطي الجبن ازاي اللي انت عملتيها الاشكال، هتبتدي ان انت تضيفيها ازاي. فانا ابتديت انا يعني انا شلت الاشكال. هتلاقوا دلوقتي ان انا شلت الاشكال اكتر من مره لحد ما اعمل تصميم انا راضيه عنه، شكل انت في الاخر تكوني راضيه عنه، ان ده شكل حلو وملائم لكل اللي انت عملتيه. فاول مره اما ضفت كده لا ما عجبنيش الشكل. تمام. هبتدي برضو اكمل رص الاول الجبن. ابتديت ان انا احطها الاول عشان ابتدي اوضح شكل التورته بتاعتي هيبقى شكلها ايه، وفي نفس الوقت بناء عليه لو انا هحتاج انقل الصور. استخدمت صور عادية جدا. تقدروا طبعا تجيبوا برضو لعب، بتكون لعب مخصصة للتثبيت على الكيك، بتتباع في محلات المستلزمات الحلويات. بس انا لقيت اسهل طريقة ان انا اقدمها لكم وهي الصورة. تمام. ابتديت بقى ان انا اثبت بمجرد ما انت ما بتضغطي على عجينه السكر بس، اللي هي القطع الاشكال اللي انت عاملاها على العجينه بتثبت معاكي وبتكون مظبوطه. انا هنا شلت قطعه الجبنه من فوق لقيتوني وحطيت مكانها السكس. ودلوقتي ابتديت اغير مكانها، لقيت ان مكانها فوق مش مظبوط، يعني مش عاجبني. فابتديت ان انا حطيت حرف السكس باللون الجولد. تمام. وابتديت كمان جبت دست ذهبي، وضفت له نقطتين من الميه وقلبتهم كويس جدا. وابتديت اني انا
الون بيه هابي بيرث داي. تمام. اخترتها كمان جولد عشان تكون ملائمة مع الالوان، مع الرقم السكس اللي انا جايباه، يعني يكون كله متناسق مع بعضه. نقلت قطعة الجبنة في الاخر، وحطيت توم وجيري هي اللي تكون يعني يعتبر قصاد الصورة، قصاد الصورة اللي فوق. ضفت صورة تحت وضفت صورة في الظهر. تمام كده، وفي الجنب. هوريكم دلوقتي واحنا بنلف الكيك. تمام. طبعا نلونها بحرص شديد عشان من يعني الشريط اللي احنا عاملينه ما يجيش عليه اللون الذهبي. على قد ما تقدري اعمليه بشكل منظم. تمام كده. طبعا حطينا قطع الجبنة كلها، وابتديت اضيف الاشكال كده. الاشكال ما تقلقيش هتكون ثابته معاكي، مش محتاجه ان انت تثبتيها باي حاجه. الاشكال اللي انت مثبتاها تثبت على عجينه السكر، ثبتت ومش هتتحرك خالص تماما من مكانها. تمام. بس كده. ضفت بقى الصورة اللي انا قلت لكم عليها بتوم وجيري وهو بيجري بالجبنة، وحطيت بقى وراه برضو الجبنة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بالظبط كده. خلاص عملنا بقى الحرف، وهنعمل بقى كده طرف الشريط اللي احنا عاملينه. تمام. الشريط لو عايزه تثبتيه على البورد بنقطتين من الميه تحت الشريط بس، وابتدي تضغطي عليه ضغطه بسيطه يثبت معاكي ومش هيتحرك. حرفيا يا جماعه جربوا الطريقه دي، سهله جدا. انا حاولت ان انا اجمع لكم وابسط لكم الفكره كلها بطريقه سهله وبسيطه تقدري تعمليها وتطلع معاكي تصميم بالروعه دي. بتمنى يكون عجبكم الطريقة وعجبكم الشكل. انا راضية عن الشكل اللي انا عملته قوي. عجبني جدا، وحاسة بصراحة ان شكله بسيط وجميل. ما خدناش فيه خطوات كتير جدا. حاجة سهلة جدا بعجينة السكر تقدري تعمليها وتطلع معاكي ممتازة. جربوا الطريقة، بتمنى ان شاء الله تعجبكم. وبتمنى تعملوا لكل ولادكم في البيت التورته الخاصه بيهم. بتبقى احساس مختلف جدا ان انت الماما هي اللي تكون هي اللي عاملاه، ويعني وعامله لي كمان الكرتون اللي انا عايزاه. فانت جربي كل الخطوات دي. وحبيت كمان زياد يطفي معاكم الشمع. وبس خلاص. وبكده اكون شاركت معاكم يوم كامل لعيد ميلاد زياد. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الطريقه دي وتبعتوا لي تطبيقاتكم الجميله. ومتاكده ان انتوا هتعملوا برضو اشكال حلوه حلوه كتير. تعالوا بقى هنا نقطع الكيك. طبعا الصوره اللي انا طبعاها بتاعه توم وجيري ومفرغاها، الصوره دي انا من يعني اي مكان بتاع تصوير طبعتها فيه. اللي هي الصورة عادي اللي احنا بنتصور في مش صورة ورقية. صورة اللي هي بتكون بلاستيك يا جماعة. اللي احنا بنروح عادي بنتصور عند الراجل وبيطبع لنا الصورة. انا رحت قلت له انا عايزة اطبع اشكال ديزني بس خالص. هتطبعي الصورة ومش مكلفة خالص. هتطبعيها وتعملي بيها اشكال حلوة جدا جدا. مش قادرة اقول لكم، شايفين الطبقات وجمالها. التورتة طعمها حلو جدا جدا. جربوا الطريقة تعجبكم. وباي باي. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي.